السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة اكلنا بسيط جدا 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 جدا. عملت سمبوسك بميكس الجبن، وعملت بيض بالبسطرمة وبطاطس محمرة وطماطم طرنشات عليها ملح بفلفل. أكلة بسيطة وسهلة جدا جدا، لأني كنت مرهقة جدا جدا في اليوم ده، وخرجت ورحت مشوار ورجعت وجيت بقى مش قادرة أعمل أي أكل، فعملت الأكل ده. طبعا البسطرمة بالبيض معروفة والسمبوسك معروفة، أنا بس بوريكم أنا عملت أكل إيه النهاردة. دي حاجة بسيطة وسهلة وسريعة. جيت بعد بقى ما ارتحت وخدت وقتي، قلت أعمل لهم بقى حاجة حلوة. إيه رأيكم؟ عملت البسيسة الجميلة دي مش كيكة، دي بسيسة. بسيسة بإيه؟ بسيسة بالزبيب. بحبها جدا جدا بالزبيب. يلا نقول بسم الله ونشوف عملناها ازاي. معايا مكوناتي سهلة وبسيطة ومعروفة للكيك عموما. 4 بيضات، معايا ربع معلقة فانيليا، معايا معلقة كبيرة بيكنج باودر أو كيك شيف، وكوباية زيت، كوباية سكر، كوباية دقيق أبيض، كوبايتين دقيق ذرة، كوباية لبن، ومعايا معلقة خل. زي ما بنحط في الكيكة بالظبط علشان تضيع الزفارة وتدي لون أبيض جميل للكيك ونشوف هنعمل ايه. طبعا الخلاط معايا ضربت فيه السكر والزيت، ضربته ضربا مبرحا يعني. حابة تضربيها بمضرب بيض براحتك. شايفين اللون كريمي خالص. عفوا، اللون كريمي خالص. ضربتها. لازم السكر يدوب، لازم لازم في اي كيك او اي نوع من انواع الكيكات السكر يدوب خالص. وهنحط كوباية اللبن. لو حابة تعمليها بالبرتقان هتبقى تحفة. ان شاء الله المرة الجاية هعملها معاكم بالبرتقان واوريكم شكلها. شايفين القوام كريمي 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 جدا. واللون فاتح جدا جدا. هبتدي اكسر عليه البيض. هنحط ال4 بيضات ونحط معاهم الفانيليا والخل. يا ريت تصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده أنا بكسر الأربع بيضات. كنت أقول الأربع أيام. وهحط الفانيليا، ربع معلقة صغيرة فانيليا ومعلقة خل. أنا عندي الفانيليا البيضة اللي هي البودر. لو عندك فانيليا سايبة برضو تحطي ربع معلقة أو نص معلقة علشان الزفارة. ومعانا معلقة خل. بس كده بس كده. هنضرب مكوناتنا في الخلاط ضربا مبرحا. دلوقتي أنا حطيت الكوبايتين بتوع دقيق السميد. طبعا ده مش بيتنخل. دقيق الذرة عموما مش السميد، دقيق الذرة مش بيتنخل. ومعاهم كوباية الدقيق العادي نخلتها. وهي اصلا انا كنت حطاها منخولة، يعني الدقيق الابيض لازم يتنخل كذا مرة. هنقلب المكونات كويس ونحط ذرة ملح، سنة عن سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وهحط معلقة البيكنج باودر. وتقلبيهم كويس جدا جدا. تخلطي المكونات دي مع بعض. ادي الملح. هتخلطي المكونات مع بعض كويس زي ما انتوا شايفين. يا ريت لو موجودة معايا لحد دلوقتي تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هبتدي اضيف السوائل عليها. شايفين اللون ابيض وجميل وفاتح ازاي؟ هنضيف السوائل كلها ونقلبها ونخلط
المكونات كلها مع بعض. اهم حاجة تخلطيها كويس وما يكونش فيه اي دقيق مش دايب، لازم الدقيق يبقى دايب كله جدا. طبعا مسكت الويسك بقى واضربي اضربي اضربي يعني براحتك بقى، انتي والويسك والطبق وعيشي حياتك. ضربتها كويس جدا جدا، ولازم طبعا اشوف كل الدقيق اللي ممكن في الجناب او في قاع الطبق، علشان ما يبقاش زي ما قلت لكم فيه دقيق مش دايب. قلبي 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 قلبي. بس شايفين القوام ده؟ القوام ده جميل جدا جدا، وان شاء الله تطلع معاكي احلى بسيسة ناجحة باذن الله. طبعا زي ما قلت لكم، لو حابه تعمليها بالبرتقال بتحطي بشر برتقال وبدل اللبن عصير برتقال، وبتطلع ما شاء الله ما شاء الله تحفه وزي الفل. هعملها معاكم مره تانية وهوريكم شكلها، وكمان هوريكم خلطه البرتقال، بشر البرتقال اللي انا عاملاه. الخلطه دي هتعجبكم جدا جدا وهتجربوها وهتقولوا لي ايه رايكم فيها. طبعا بصب الخليط كله في الصينيه. دي صينية مقاس 28. الصينية دي مقاس 28. المكونات طبعا الكوباية اللي بتعيري بيها كل المكونات واحدة. اديها خبطة كده بس على السطح. انا بقى بحب الزبيب بصراحة. هي الوصفة دي ممكن تحطي معاها لوز، بندق، سوداني، زبيب، ممكن تعجني جواها كمان جوز هند، هتبقى حلوة جدا. بما اني عاملاها باللبن كان ممكن احط جواها جوز هند، بس انا حبيت ان يبقى فيها زبيب، والزبيب على الوش كده شكله بيبقى حلو قوي. بديها بقى زبيب براحتها يعني انا والزبيب وهواك. عفوا، انا والزبيب والميدان واسع. بحب فعلا الزبيب في كل انواع الحلويات. بيدي طعم كده يدي طعم حلو، يدي مزازة، ما تعرفيش هو بيدي ايه، بس هو يعني بيبقى حلو يعني. بحاول اخلي في كل مكان زبيب. عايزه اقول لكم انه على الكميه اللي انا حطيتها دي جوزي بيقول لي ما كترتيش الزبيب ليه؟ يعني متخيلين؟ كان عايز كميه اكبر لانه برضو بيحب الزبيب. برضو هديها كده خبطه وتدخليها في فرن. طبعا الفرن سخن من اول ما بدأتي تشتغلي، هتدخليها في فرن سخن وتقعد، مش هتاخد ما كملتش معايا ال10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. شايفين الجمال؟ والنبي عسل، والنبي عسل، ما شاء الله. سواها حلو جدا جدا جدا، ومتحمرة حلوة قوي قوي قوي، ومستوية من جوه طبعا. يلا بينا نقطعها. وما شاء الله ما شاء الله بألف هنا وشفا على اللي أكلها. ما قعدتش يعني ما شاء الله. حابة تزودي السكر، انا مش بحب ازود السكر، عشان تبقوا عارفين هو ممكن تحطي كوباية ونص كمان لو حباها تبقى مسكرة قوي. لكن انا مش بحب ازود السكر علشان بناكلها مع شاي بلبن او شاي، بتبقى حلوة جدا جدا. وقت العصاري مع كوباية شاي العصاري، او في الصباح مع كوباية شاي بلبن الصباح، في كل الاوقات يعني. شايفين جميلة ازاي؟ وهشة وحلوة وطرية وبيضة من جوه، وطعمها ما شاء الله على جماله. يا رب تجربوا وصفتي، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم. اشكركم جدا على وجودكم معايا، واشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة عندي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، في يوم جديد، يوم سعيد. نورتوني وشرفتوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.